السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الفيديو الأول من سلسلة OOP، وهنتكلم عن مبدأ من أهم مبادئ OOP. طبعا كل مبادئ OOP مهمة وهنتكلم عنها كلها، والنهارده هنبدأ بالبوليمورفيزم. طبعا مصطلح البوليمورفيزم هو يبان إن هو كبير وحاجة صعبة وصعب إنها تتفهم، بس معناه صغير خالص. بص يا سيدي، البوليمورفيزم دي حاجة كل مرة بتعملها بتلاقيها بتنفذ حاجة مختلفة عن المرة اللي قبلها. زي مثلًا لمّا يكون عندك لمبة في السقف، اللمبة دي لمّا بتدوس على الكوبس أول مرّة فبتقيد ضوء أبيض، لو طفيته وقيدت تاني فهتلاقيها بتقيد ضوء أزرق، لو طفيته وقيدت تالت فبتلاقيها بتقيد ألوان. فأنا دلوقتي عملت كوبس واحد، كل مرّة بادوس عليه بينفذ حاجة مختلفة، بدل ما كنت أعمل 3 أكباس، كل كوبس ليه حاجة معيّنة، واحد بإيد أبيض وواحد أصفر وواحد ألوان. فأنا كده وفّرت في المكان، وفّرت في الإكباس، وفّرت في الشكل، خلّيت الشكل أحسن، خلّيت شكل منظم أكتر. فالموضوع هنا بقى أفضل. فهي دي فكرة البوليمورفيزم. الفكرة نفسها لو أنا عامل project معين وفي الproject ده في زرار، الزرار ده لو user داس عليه فبيقوم جاي حافظ كل التعديلات اللي الuser عملها. لو نفس الزرار اتداس عليه بس admin اللي كان دايس عليه، فهنا هو هيحفظ كل التعديلات اللي الadmin عملها، وكمان هيطبع له ورقة بالتعديلات اللي هو عملها دي. فهنا نفس الزرار ودوسنا عليه نفس الدوسة، بس اللي داسه هُم شخصين مختلفين، فالadmin نفذ حاجة معينة والuser نفذ حاجة مختلفة. فلو جينا نشوف الموضوع عملي أكتر، قدامنا كود هنا، الكود ده فيه class animal، والanimal ده بيورث منه باقي الحيوانات، أيًا كان بقى dog أو cat، والanimal ده جواه method اسمها speak، فكل الحيوانات بتspeak أيًا كان dog أو cat. فلمّا الdog عمل override على الspeak دي فطلّع صوت معين، لمّا الcat عملت override على الspeak برضه طلّعت صوت مختلف عن الdog. فهنا إحنا عندنا نفس الmethod، عندنا نفس الشكل، عندنا نفس الحاجة، بس كل مرّة لمّا تتنفّذ من ناحية حاجة معيّنة بتعمل حاجة مختلفة، أيًا كان لو الdog اللي نفّذ الspeak دي فهتطلّع صوت معيّن، لو الcat فهتطلّع صوت مختلف. فالpolymorphism هو الفكرة اللي جات في دماغك دلوقتي، إن أنا باعمل حاجة معيّنة، بس الحاجة المعيّنة دي بتتنفّذ بأكتر من طريقة. فأنا كده وفّرت في كتابة الكود، أنا كده الكود بتاعي بقى منظّم، بقى maintainable، بقى readable. الكود بتاعي بقى شكله أفضل، بقى أسهل، بدل ما أعمل 3 method، ال3 method ليهم نفس المهمة، لأ أنا باعمل method واحدة، وبعد كده باعمل عليها override في باقي الclasses. فأنا كده وفّرت كود، أنا كده وفّرت وقت، وفّرت مجهود. فهي أصلًا دي فكرة الOOP عامةً، إن أنت بتخلّي الكود بتاعك أسهل في القراية، أسهل في الكتابة، بتخلّي الكود بتاعك readable أكتر، وكل المصطلحات اللي موجودة في الOOP هي برضه بتساعد على نفس الموضوع. هنا الOOP سهّلت عليك كتابة الكود، بدل ما تكتب نفس الmethod 3 مرات أنت هنا كتبتها مرة واحدة، بدل ما تكتبها مرتين، مرة عند الcat ومرة عند الdog، أنت كتبتها مرة واحدة في class الanimal، بعد كده كل الحيوانات. فأنت هنا لو عندك 100 حيوان فأنت هتعمل override على نفس الميثود اللي هي speak، وهيعمل نفس الحاجة اللي بيعملها اللي هي الspeak، بس كل مرة ينفذها بطريقة مختلفة. الفكرة هنا إنك بتدي صلاحيات كل واحد على حسب دوره وعلى حسب الحاجة الخاصة بيه، على حسب مميزاته بيبدأ إن هو ينفذ الحاجة دي. هو طبعًا إحنا عاملين زرار واحد، إحنا عاملين حاجة معينة، بس الحاجة دي على حسب مين اللي داس عليها، على حسب مين اللي بيتكلم هنطلّع أنهي صوت. والبوليمورفيزم مش لازم تستخدمها في كل كود أو كل application أنت بتعمله، البوليمورفيزم ليها احتياجاتها الخاصة، وأنت احتمال كبير طبعًا تتسأل فيه في interview، احتمال كبير يقابلك في شغل معين، احتمال كبير واحد صاحبك في الشغل يسألك أو يقول مصطلح قدامك، فأنت ما تبقاش فاهم هو بيتكلم عن إيه، فالموضوع هيبقى بايخ بالذات عشان حاجة بسيطة زي دي. فأنت ركّز في الحاجات دي وافهمها كويس، لإن المصطلحات دي مهمة جدًا وهتقابلك كتير أوي، أوي، أوي. وبس كده، لو عندك أي مصطلح تاني يبان إن هو صعب زي البوليمورفيزم فاكتبه لي في الكومنتات وإن شاء الله نفهمه سوا. وبس كده، ما تنساش تعمل لي سبسكرايب ولايك على الفيديو ده. سلام.